اهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. هنبدا فيديو النهارده. كان في كائن فضائي عمال بيضرب في الناس وعمال بيخرب في البيوت والمحلات الموجوده، وجي طبعا بنتين اتصداله وفضل يضرب فيه، وجت الشرطه بعد كده عشان تساعد بنتين، بس طبعا ما عرفتش تعمل حاجه، وجم باقي الكائنات الفضائيه وضربوا الشرطه، بس بنتين انقذهم وقتل الراجل الكائن الفضائي التاني. بعد كده بنتين رجع لطبيعته، وجي بعد كده جده وزميلته دي وخدوه مشي. بعد كده راح المدرسه، جه يشوف النتيجه بتاعته لقى نفسه سقط، وجه يلعب كمان النشاط الرياضي لقى كلهم بيضربوا عليه الكوره جامد جدا. بعد كده راح لجده وبيشتكي له من المدرسه وبيقول له ان هي مش عاجباه ومش عايز يكمل فيها، بس جده طبعا زعق له وقال له لا طبعا ما ينفعش تعمل كده، روح كمل المدرسه بتاعتك. وهنرجع تاني للكائن الفضائي الغريب ده. طبعا كلنا افتكرناه ان هو مات، بس هو كان لسه بيجهز لحاجه تانية اكبر. بعد كده بنتين راح لزمايله في المدرسه وفضل يحكي لهم قد ايه ان هو عنده مواهب وكده، وكان لسه طبعا هيطلع الساعه بتاعته ويحول نفسه لكائن فضائي. لكن صديقته دي لحقته وقالت ان هم عندهم مواهب تانية زي موهبه السحر كده، وهيخشوا بيها كمان مسابقه المواهب. بعد كده بنتين راح مطعم عشان ياكل، لا طبعا الاتنين زمايله في المدرسه اللي بيضايقوه دول على طول جم اتنمروا عليه وضايقوه، بس هو قال انا هنتقم منهم دلوقتي، وحاول نفسه لكائن فضائي صغير كده ودخل المطعم من تاني وجمع الاكل كله الموجود هناك وفضل يحدفوا عليهم جامد جدا وفي كل حته وبهدلهم كلهم على الاخر خالص. وطبعا كان مبسوط جدا في الاخر ان هو قدر ياخد حقه منهم. بعد كده راح لزميلته دي، كانت عماله بتشوف الصوره اللي هو اتصورها منها في المدرسه، قالت له في حاجه غريبه وراك. لقيت فعلا ان الكائن الفضائي الغريب ده. بعد كده جدهم دخل عليهم وشاف نفس الموضوع، قال اكيد هم بيلحقوك. خد العربيه بتاعته جده وخد بنتين وزميلته دي وراحوا لمصنع كده كان محبوس فيه الكائن الفضائي ده. راحوا هناك لقوا ان الكائن الفضائي ده ما بقاش موجود، ولقوا الراجل اللي كان بيحرسه كمان اتحول لحد عجوز جدا وغريب، وبنتين اتخض من شكله والراجل ده كان مات. اخد بنتين وزميلته قال لهم انا هوديكم المخبأ السري بتاع السمكريه الكبار قوي. خدهم هناك ودخلوا كده زي مكان في اسانسير كده ونزلوا طبعا فيه تحت خالص. وطبعا هو استغرب جدا لما لقى ان الست بتاعه المطعم وناظر المدرسه وساعي البريد كل دول من ضمن العملاء السريين اللي هم بيقولوا على نفسهم اسم سمكريه. بعد كده هم موجودين هناك وراهم ان دي البوابه اللي بتطلع البعد الزمني وممكن تطلع باقي الكائنات الفضائيه اللي عايز ايون ده يطلعهم ويجيبهم تاني. والكائنات الفضائيه كمان هجمت عليهم، لكن هم اخدوا الاسلحه بتاعتهم وفضلوا يضربوا فيهم، وبنتين ما عرفش يتحول بسبب ان الراجل ده عطله وحاول ان هو يشغل بوابه البعد الزمني دي، ما عرفش يشغلها خالص. وبنتين طبعا خد العجله وفضل يجري بره عشان الراجل ما ياخدش منه ساعه الاومتريكس، وفضل يجري لحد ما زنقه كده في مكان معين. وطبعا كان خايف جدا ليه يقتله، لكن طلع الراجل اللي كان معاه في المطعم الراجل الصيني ده وانقذه وضرب نار على ايون الكائن الفضائي الغريب ده، وقال له يا بنتين خلي بالك من نفسك وما تمشيش لوحدك تاني. واول ما رجع البيت مامته وباباه بيقولوا له يا ابني انت فين كل ده، هو انت زعلان مننا في حاجه ليه مش بتيجي تسلم علينا؟ قال لهم لا ده انا كنت بره بس مع زميلتي بنحضر لمسابقه مواهب، ودي هتعجبكم جدا جدا، مواهب سحر. طبعا هم اتبسطوا بيه قوي قوي. وجي جده بعد كده لبنتين قال له انا كنت جاي اطمن عليك، كنت قلقان عليك جدا يا بنتين، ما تبقاش لوحدك وخلي بالك من نفسك قوي. بعد كده بنتين راح المدرسه، وطبعا لما راح هناك لقى ان في ناس كتير من العملاء السريين كانوا بيراقبوه عشان يخلوا باله منه ان مفيش اي حد يأذيه. ودخل الملعب بتاع الصاله ده وجه ناظر المدرسه اتكلم معاه، وهو بيتكلم معاه كده جه ايون الكائن الفضائي ده. لكن بنتين المره دي عرف يتحول وشغل ساعه الاومتريكس وضرب الراجل ده جامد جدا. لكن في نفس الوقت كانت الفسحه جت والناس كلها دخلوا، وبنتين جري استخبى في الحمام بسرعه ورجع نفسه لطبيعته من تاني. وبعد كده جده جه يطمن عليه وبيقول له لازم يا بنت نشوف هنعمل ايه. هو بيطمن عليه العربيه بتاع الجد واتفجرت، وجم الكائنات الفضائيه دول خطفوهم ومشوا وحبسوهم كمان وربطوهم بحبل كده. وجه الراجل ده بيكلم بنتين وبيقول له ان انا انت بس في بعد زمني تاني. وطبعا بنت تاني ما صدقوش وقال له استحاله انا اكون بالشر ده. قال له انا هثبت لك دلوقتي، وفعلا حول بنتين
لواحد كده شرير جدا جدا، والساعة بتاعته كمان بقت موف مش اخضر، وتحول فعلا للراجل ده. والراجل ايون التاني ده مشي، وهو بعد كده دخل على بوابة البعد الزمني دي وشغلها، وفعلا بدأت باقي شعب والكائنات الفضائية دي تيجي كوكب الأرض. وهم طبعا بيعملوا كده. كانت مامته وباباه مستنيينه عشان يعمل العرض بتاعه. وبعد كده جده جات له فكرة جميلة، كان عنده مفك في جيبه، المفك ده قدر يفك بيه الحبل اللي كان مربوط بيه هو والبنت التانية. بعد كده جه كهرب بنتين، وقع لورا، وجه الناظر دوت حرر باقي اصحابه الموجودين هناك، وادى لكل واحد فيهم سلاح عشان يروحوا ينقذوا بنتين ويقتلوا باقي الكائنات الفضائيه. وجده كمان بيحاول يوقف بوابه البعد الزمني دي، وجت صاحبته كمان ضربته وعماله بتقول له فوق فوق، ده انا صاحبتك وزميلتك فوق يا بنتين، استحاله انت تكون بالشر ده. وطبعا كان بيحاول ان هو يتغلب على الحاله الجديده اللي بقى فيها، وفعلا قدر يتغلب عليها وضرب الكائنات الفضائيه اللي كانوا موجودين حوالين العملاء السريين دول. وكمان قدر ان هو يرجع تاني لطبيعته، والساعه بتاعته رجعت خضرة من تاني، وقدر كمان ينقذ جده مع العملاء السريين وطلعوه بره البوابه دي. والبوابه وقفت خالص، والكائنات الفضائيه اللي كانت هتغزو الارض رجعت تاني لمكانها. وبعد كده هم ماشيين، ايون الفضاء الشرير ده رجع تاني ومسك بنتين كان هيضربه، لكن بنتين قدر يتحول لوحش وكائن فضائي كده وضربه، وكمان حدفوا على بوابة اتشفط فيها ودخل جوه. وبعد كده راحوا طبعا لمسرح المدرسة، ومامته وباباه اتفرجوا عليه وعملوا خدعة كده اكن هي محولاه كده، وطبعا حدفت عليه ستارة. رجع بنتين اكنها خدعة سحرية، وكمان فازوا بالمركز التاني واتبسطوا جدا، وماما ومامته اتبسطوا بيه وجده كمان. وبكده يبقى خلص ملخص النهارده، والى اللقاء في ملخص تاني جديد.